مرحبا، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم رح نعمل مع بعض برجر اللحم. هي أول خطوة رح أعملها. بدي أطحن الكعك. هو مو كعك، هو مثل التوست بس بيجي هيك قاسي، ما طري يعني مثل التوست. كتير ظريف للبرجر. أنا بحط منه، ما بحب حط البقسماط. رح نعمل اليوم البرجر اللحم مثل ما قلت لكم بطريقة كتير ظريفة ورح تعجبكم إن شاء الله. حطيت أول وجبة، لازم أحط كاسة تقريبا أو مو كاسة، يعني أنا ما أخده معي كاسة بس إنه احتياط. عملت هدول. عندي كيلو لحم عجل، ومعه كيلو 100 جرام تقريبا. كان بدون شوية دهنة بس ما بنحب كتير دهنة، هن شوي مدهنين يعني. حطيت فلفل أسود، وراح أحط 7 بهارات ورشة هيل صغيرة مشان اللحمة يعني. وبس هي البهارات اللي بدي احطها. فيكن ما تحطوا 7 بهارات بس انا بحط طعمتها بالبرجر. وهلا رح احط ملح معلقة صغيرة وشوي، ورح احط كمان خردل. يعني رح احط معلقتين خردل. اللي عنده بهارات للخردل، يعني البهارات مو مثل هاي المعجون، يحط. انا ما عندي فرح احط من هذا الخردل العادي. جربوا هالطريقة بهالبرجر وما رح تندموا أبدا. كتير كتير طيبة. أصلا أنا ندمانة اللي كنت أشتري برجر من المحلات العربية والتركية، يعني شغلته سهلة وما بدي شي، ليش الواحد لا يشتريه جاهز؟ دايما شغل البيت أفضل. راح أحط بيضتين كمان. هاي البيضتين هلا بنحطهم. هاي الكمية بتاخد 3 بس أنا ما حبيت أحط غير 2 حاجة. وهلا بنحط الكعك، بس هدوك الباقيين ما احتجتهم يعني. 3/4 الكاسة تقريبا يعني فيكن تقولوا. ونخلط. لازم يعني نخلطه كتير منيح. التوابل اللي حطيتها أبدا ما أنا كتير، طلع البرجر مزبوط بالضبط. كتير تمام كان. ما عيرت الصراحة، بس فيكن يعني تقولوا يعني معلقة، آه معلقة 7 بهارات ونص معلقة فلفل أسود وملح. شفتوا قديش حطيت ملح؟ معلقة صغيرة وشوي، ورشة الهيل بس إنه مشان اللحمة، مع إنه ما فيها زنخة بس هيك حطيت. حبيت أحط رشة هيل. هلا بدي أعملهم كرات السمون وبعدين أكبسهم بالمكبس. عم لكم إنه هدول ما اعتزتهم. هون أنا جايبة أكياس، الأكياس اللي بنمون فيها الخضرة، وقصيتها من فوق ومن تحت ومن على الجناب عشان أكبس فيها البرجر. فيكن تعملوا هيك وفيكن تقصوا ورق زبدة، بس أنا بفضل أكياس النايلون أكتر من ورق زبدة، لأنه هاي الكمية مو كلها رح نعملها، بدي أحط منها بالفريزر. كل كرة من هدول يعني تقريبا 90 أو يعني من 86 ل90 جرام هيك عملتها يعني بهالحدود. إنه يوم تطلع 86 أو هي ما زيدها ولا نقصها، خليها مثل ما هي. فيكن تعملوا 100 جرام كمان كل وحدة، أو يطلع البرجر سميك. في ناس بتحبه سميك، أنا ما بحبه سميك، عملته بدي أعمله عادي يعني. شغلته كتير سهلة يعني، ما بدها شي. برجر الدجاج ايه بقلكن بده وقت، لأنه ما بيصير البرجر بصدور دجاج على الحل، لازم نحط معاه شوي من الفخدة لأنه الصدور ناشفة.
إيه هدي يعني هديك ممكن تاكل شوية شغل، أما برجر اللحم كتير سهل. هلا نكبسهم. طبعا أنا مجهزة طاولة الشغل، مادة كيس كبير نظيف أفضل، عشان ما بتزفر. هيك بخلص بلمه بكبه وخلاص. شايفين هيك الكيس بفتحه جهتين، واحدة من فوق واحدة طبقة من تحت طبقة من فوق، وبكبس البرجر. شغلته مسلية يعني، الواحد بيتسلى فيهم، انه مو بيتعب منهم او شي. الكيلو 100 جرام طلعوا تقريبا شي 16 قرص تقريبا، 16 او 17. يمكن. يعني بيغدوا الواحد، يعني عيلة مثل عيلتنا صغيرة بتغدينا مرتين فقط لا غير. هيك خالصين. هلا في منهم رح احطهم بالفريزر، ومنهم رح اقليهم دغري. هون رح اعمل صوص الفطر. احنا بنحب مع برجر اللحمة، مو الكل طبعا، نص صوص الفطر ومن البصل. قطعت بصل كبيرة جوانح، وحطيت له شوية زيت وبدي اقليها. وهون القلاية التانية اللي من جوا حطيتها على الغاز الصغير تحمل عشان اقلي فيها البرجر. هدول هن. حطيت شوية زيت بس، ما بدها يعني لحمة البرجر مدهنة شوي مو كتير. هنيك حطيت كمان بدنا نقلي بطاطا معهم، طنجرة القلي. عندي وحدة على الكهرباء والله، بس مضبيتها يعني، بلاقي هي أسهل للتنظيف والجلي. وقلاية الكهرباء بتاخد كتير زيت. هون سخنت القلاية وحطيت البرجر. البصل لازم ياخد لون شوي ذهبي، عشان تطلع الصوص تبعه شوي هيك لونه بني أظرف. استعجلتهم قلبتهم، كان لازم خليهم شوي بعد، ما بيأثر. هون البصل صار لونه تمام. هلأ بحط فوقيه الفطر. طبعا أنا بشتغل على كل الجهات على البطاطا، على البرجر، على الصوص تبع البصل، على الكل. هاي علبة فطر غسلتها حطيتها على البصل. صوص الفطر مع البرجر كتير طيب. برجر اللحم مو الدجاج. هلا بدي اخد هاي كاسة مي معبيتها مي، وحطيت لها معلقتين صغار نشا بدوبهم عشان نحطهم على صوص الفطر. وحطيت هون هاي بهارات ماجي، بس هي خضرة مو دجاج. ورشة فلفل اسود، رشة صغيرة. هاي البوبي تبعنا طالع معنا كمان شم ريحة اللحمة. هون دوبت النشا بالمي وحطيتهم بحركهم. هلا شوفوا السماكة تبعهم منيحة، اذا بدكم اياها اسمك شوي زيدوا النشا. شايفين اللون البني ما احلى؟ هذا من البصل، لانه خليته ياخد لون ذهبي شوي. هون صارت الصوص طبعا هديت تحت الغاز على الاخير، انه عشان تضل سخنة عبين ما يستوي كل شي معي. يا دوب عم تقلب قلب. هلا رح احط الوجبة الثانية من البرجر. هون خالص. هلا وقت السندويش، وقت الجد وقت الاكل.
كله جاهز كمان مثل ما قلت لكم. مديت كيس نظيف هيك عم استسهل يعني، خلص بشيلهم وبطلع المحل نظيف. الخبزة جاهزة، ما أنا عملتها يعني، اشتريتها جاهزة، بس ما بدها شي يعني شغلة. شي مرة بعمل برجر دجاج بعمل كل مع خبز. وهاي الصوص كمان الولاد اختاروا يشتروا منها، مع انه هي خاصة للبرجر. أه صوص البرجر حطوا كاتشب ومايونيز وشوية خردل، او اذا ما في خردل حطوا اذا عندكم عاملين مخلل حطوا معلقتين مي من مية المخلل، بيطلع كتير طيب وحركون سوا. هاي بيج ماك هاي البيج ماك تبعتنا. يا سلام، كتير كتير طيبة، لازم تجربوها هالطريقة. كنت مصورة سندويشة وأنا عم بعمل واحدة بصوص الفطر، بس للأسف راح أو ماني كابسة تسجيل فيديو، ما بعرف يعني شو صار، ما تسجلت معي هداك المقطع. فهلا رح فرجيكم هاي سندويشة العادية بالكيزة وهاي اللي فيها صوص الفطر. شوفوا شو طيبة ولذيذة. لا تنسوني باللايك والاشتراك، وسلام، باي باي.